النهارده هنتكلم عن 5 حاجات لو استوعبتها وفهمتها كويس، مش بس هتغيّر حياتك للأحسن، لكن كمان هتخلّيك تعيش براحة وسلام أكتر مع نفسك ومع اللي حواليك. كلنا عارفين إن الحياة مليانة تحديات وظروف صعبة، بس فهمنا للطريقة اللي بنتعامل بيها مع الحاجات دي هو اللي بيفرق. طول ما إحنا بنبُص على الظروف ونلوم الدنيا هتفضل الأمور زي ما هي، لكن كل ما نغيّر تفكيرنا ونواجه التحديات بعقلية مختلفة، هنشوف التغيير الحقيقي. أول حاجة مش كل حاجة بتحصل لك غلطتك، لكن هي مسؤوليتك. كتير مننا بيخلط بين الغلط والمسؤولية، يعني لو حاجة سيئة حصلت في حياتك مش شرط تكون أنت اللي غلطان أو إنك السبب، لكن إزاي تتعامل مع الموقف ده هي مسؤوليتك الكاملة. تخيل معايا أنت موظف في شركة والشركة دي عدت بأزمة مالية واضطرت تستغنى عن عدد من الموظفين وكنت أنت من ضمنهم. هنا فقدان وظيفتك مش غلطتك، لكن مسؤوليتك هي إنك تتعامل مع الوضع ده بطريقة صحيحة. هل تقعد في البيت وتلوم الدنيا والشركة والحظ السيء ولا تبدأ تدور على فرص جديدة؟ مسؤوليتك هنا هي إنك ما تستسلمش للوضع وإنك تشتغل على نفسك. ممكن تتعلم مهارات جديدة أو تدور على شغل في مجال مختلف. نفس الفكرة بتطبق على كل حاجة بتحصل. لما حد بيخذلك أو علاقة بتنتهي أو حتى لما تواجه تحدي في دراستك أو حياتك العملية، الغلط ممكن يكون خارج عن إرادتك، لكن مسؤوليتك هي إنك تختار رد فعلك. إزاي تتعامل مع الظروف هو اللي بيحدد نجاحك في المستقبل. تاني حاجة، الحياة بتبقى أحلى بكتير لو حبيت نفسك. كلنا بنسمع كتير عن حب الذات، بس هل فعلا فاهمين معناه؟ حب الذات مش أنانية، بالعكس ده الأساس اللي بنبني عليه علاقاتنا وتعاملاتنا مع الناس. لو أنت مش بتحب نفسك أو مش شايف قيمتك هيكون صعب عليك تحب أو تقدر الآخرين بشكل صحيح. خلينا نتفق على حاجة، حبك لنفسك لازم يبقى منفصل تماما عن رأي الناس فيك. كتير مننا بيستنى التقدير من اللي حواليه علشان يحس إنه ناجح أو يستحق الحب، بس الحقيقة إنك لازم تكون أول شخص يحس بقيمتك ويحبك بغض النظر عن اللي الناس شايفاه. مثال بسيط، لو أنت اشتغلت على مشروع معين ونجحت فيه، حتى لو محدش أشاد بيك لازم أنت تكون فخور بنفسك. التقدير الداخلي ده هو اللي هيديك الدافع تكمل وتحقق أكتر. مش لازم تفضل مستني التشجيع من الناس عشان تحس بالإنجاز. كمان حب الذات هو اللي بيديك القوة إنك تواجه المواقف الصعبة. لما تحب نفسك بتعرف تتعامل مع النقد بطريقة إيجابية، تعرف إن الناس اللي بينتقدوك مش شرط يكون عندهم حق، وبتبقى واثق في اختياراتك وقراراتك. الحب ده هو اللي بيخليك تعيش براحة وسلام، لأنك مش محتاج تاخد أي حاجة من بره عشان تحس بالسعادة. رقم 3، مفيش حد مدين لك بأي حاجة. دي نقطة مهمة جدا وناس كتير مش بتفهمها كويس. ساعات بنحس إن الناس اللي حوالينا مدينين لينا بمساعدات معينة أو إنهم لازم يكونوا جنبنا في كل موقف صعب، بس الحقيقة إن كل واحد في الحياة مسؤول عن نفسه. مفيش حد ملزم يقدم لك حاجة. لو ليك صديق أو قريب عنده علاقات وشغال في مكان كبير ممكن تكون مستني منه يوفر لك فرصة أو يساعدك في شغل، ولو ده ما حصلش بتبدأ تلومه وتقول ليه ما عملش كده. الحقيقة هي إن الشخص ده مش مدين لك بأي حاجة. الناس مش مضطرة تقدم لنا فرص أو يساعدونا عشان إحنا عارفينهم أو وقفنا جنبهم قبل كده. الدرس هنا إنك لازم تعتمد على نفسك في كل حاجة. طبعا لو حد ساعدك دي حاجة كويسة ولازم تشكر الشخص ده، لكن ما تتوقعش إن المساعدة دي حق مكتسب. لما تفهم إن كل حاجة في حياتك بتيجي بمجهودك الشخصي هتبقى أقوى وهتعرف تحقق اللي عايزه من غير ما تبقى مستني من حد يدعمك. رقم 4، أي حاجة مريت بيها في الماضي أكيد استفدت منها. الماضي هو مدرسة كبيرة حتى لو كان مليان صعوبات أو تجارب مؤلمة. كتير مننا بيبص للماضي بندم ويفكر يا ريت اللي حصل ما حصلش، لكن الحقيقة إن كل تجربة مرت بيها حتى لو كانت صعبة علمتك حاجة جديدة. فكر كده في أي تجربة فشلت فيها، مشروع مادي، علاقة عاطفية، أو حتى امتحان دراسي. في كل مرة واجهت الفشل أكيد اتعلمت حاجة جديدة. ممكن تكون اتعلمت إنك تبقى أكثر حذر في التعاملات المالية، أو إنك تختار شركاء حياتك بعناية، أو حتى إنك تطور من طريقة مذاكرتك وتحضيرك. الماضي هو مصدر للتعلم مش سجن بنحبس نفسنا فيه. بدل ما بدل ما تفضل تفكر في اللي ضاع فكر في اللي اتعلمته واستخدمه علشان تتقدم لقدام. كل موقف صعب مر عليك هو درس، ولو استوعبته هتلاقي نفسك بتتجنب أخطاء كتير في المستقبل. رقم 5، الشيء الصعب اللي مكسل تعمله هو اللي هيغير لك حياتك. كلنا عندنا حاجات في حياتنا بنهرب منها عشان صعبة أو بتحتاج مجهود كبير، بس دايما اللي بنهرب منه هو بالظبط اللي ممكن يغير حياتنا ويخليها أحسن بكتير. خلينا نفكر في مثال شائع، الرياضة. كتير مننا عارف أهمية الرياضة في تحسين صحتنا ومزاجنا، لكن بنكسل نروح الجيم أو حتى نعمل تمرينات في البيت. دايما بنقول بكرة، النهارده تعبان، لكن الحقيقة إن لو كل واحد بدأ يلعب رياضة بانتظام حياته كلها هتتغير. الصحة هتبقى أحسن، الطاقة الإيجابية هتزيد، والثقة بالنفس هتعلى. نفس الفكرة بتطبق على أي حاجة تانية في حياتك. لو كنت عايز تتعلم مهارة جديدة بس مكسل تبدأ، فكر إيه اللي هيحصل لو بدأت. في الأول هيكون صعب، لكن بعد فترة هتلاقي إن المهارة دي فتحت لك أبواب جديدة وفرص كنت ما تتخيلش إنها ممكن تيجي. التحدي الكبير هنا إنك تواجه الكسل وتبدأ تعمل الحاجة الصعبة. أصعب الحاجات دايما هي اللي بتجيب أحسن النتائج. كل ما تلاقي نفسك بتهرب من حاجة فكر يمكن الحاجة دي هي اللي هتغير حياتي. في النهاية ال5 حاجات دول هم مفتاح السعادة والتقدم في حياتك. لو قدرت تفهمهم كويس وتطبقهم
هتلاقي نفسك بتعيش براحة أكبر وبتحقق نجاحات أكتر. وما تنساش إنك أنت المسؤول عن حياتك، وإن حبك لنفسك هو اللي هيخليك تتعامل مع أي موقف صعب بهدوء وثقة. اعتمد على نفسك وتعلم من الماضي، واجه الحاجات الصعبة عشان تحقق التغيير اللي أنت عايزه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.